الناس الباقي جا الوقت في اننا نعطيوكم برنامج ديالكم حيت تسالوا ديال بصح من خلال البرنامج تلخيص. اول حاجه خاصنا نعرفوا ان الانسان مخلوق كيعيش كيتنفس كيتساءل كيبغي يعرف شكون هو، علاش كاين، علاش عايش، شنو الدور ديالو في هذه الحياه، كيفاش كيبدل النظره للحياه اليوميه. الانسان عايش وسط بزاف ديال العلاقات والمواقف، كيتفاعل مع راسو مع الاخر مع الوقت مع الخدمه. مجزوءات الوضع البشري جابت لنا 4 محاور اساسيه باش اننا نفهموا الانسان من جميع الزوايا: الشخص، الغير، التاريخ والعمل. غنبداو بمحور الشخص. فاش كنهضروا على الهويه ديال الانسان كنهضروا على شكون هو بالضبط. واش نفس الشخص اللي كان وهو صغير؟ واش كيبقى هو من بعد ما كتبدل الافكار ديالو والمشاعر وحتى الجسد ديالو؟ ديكارت جا وقال انا افكر اذا انا موجود. هنا ربط الهويه بقدره الانسان على التفكير والوعي. الانسان اللي كيعقل على راسو كيشك في كل شيء هو اللي فعلا موجود. الهويه ديال الانسان هي القدره على التفكير. جون لوك ما عجبوش الحال، ما عجبوش الطرح، واعتبر ان الوعي بوحد ما كافيش، ولكن خاص تكون الذاكره حيت هي اللي كتحافظ على الاستمراريه مع الزمن. تعطينا شعور اننا نفس الشخص عبر مراحل الحياه. شوبنهاور رفض ان ينقص من القيمه ديال الجانب الجسدي والرغبات، وقال ان الانسان ماشي عقل فقط بل عنده رغبات داخليه، معاناه، شهوات كتكون الهويه ديالو. خلال هذه الاراء كيبان لنا ان الهويه ديال الانسان ماشي قضيه بسيطه ولا مفهومه بطريقه واحده. كاين اللي كيختزلها في العقل، وكاين اللي كيضيف ولا كيزيد الذاكره، كاين اللي كيشوفها في الجسد والرغبه. الحقيقه هي ان الانسان مركب ما يمكنش اننا نفهموه الا جمعنا كاع العناصر. فاش كنقول انا نقصد التاريخ، شعور، افكار وحتى حوايج ما نقدرش نعبر عليها. هويه الانسان لوحه فنيه كتشكل شويه بشويه، وكل تجربه كنعيشوها كتزيد لون جديد فيها. الغير يعني الاخر هو داك الشخص اللي ماشي انا ولكن كيعيش معايا في العالم. شحال من مره حسينا براسنا مراقبين، قررنا اننا نلبسوا ولا نتصرفوا بطريقه معينه باش ما يضحكوش علينا الناس. سارتر كيقول الغير كيخلينا نحسوا بالاحراج، الوجود ديالو كيسلب منا الحريه، كيشوف كيقيمنا تحت المراقبه. هيجل عنده راي مختلف تماما، وقال ان الاخر ضروري باش اننا نعرفوا راسنا، حيت من خلال العلاقه معه كنطلبوا الاعتراف ونبنيو الهويه ديالنا. وهاد العلاقه ديال الصراع والاعتراف كتخلينا نرتقيو في الوعي ديالنا. العلاقه مع الغير ماشي سهله، فيها توتر كبير وفيها امكانيه النمو. وجود الاخر كيخلينا نحاسبوا راسنا، وفي نفس الوقت كيعلمنا نكونوا بشر، نعترفوا ونتقبلوا الاخر اللي كيخلينا نعرفوا راسنا في وصلنا. باش اننا نعرفوا الاخر خاصنا ما نبقاوش غنحلوا هضرته ولا نشوفوا التصرفات ديالو، حيت حتى هو عنده عالم داخلي ديالو، اسرار ما كتبانش. ميرلو بونتي قال ان الاخر ماشي موضوع كنديروا عليه دراسه، بل هو شخص، مشاعر، الجسد كيعبر به على الداخل ديالو. الجسد بالنسبه ليه ماشي غير مظهر بل وسيله للتواصل، حيت من خلال النظره، الحركه وحتى الصمت كنقدروا نحسوا بشنو كيعيش الاخر. معرفه الاخر صعيبه، ما عمرها غادي تكون كامله ولا نعرفوا بنادم بشكل تام وكامل، ولكن هادشي ما كيمنعناش نحاولوا نكون متفاهمين متسامحين. ماشي ضروري نعرفوا كل شيء عليه، ولكن على الاقل نحاولوا نكونوا منفتحين، ما نحكموش عليه بالسرعه ونتعاملوا معاه بحذر وباحترام. ليفيناس شد فكرة جديدة وقال أن الآخر ماشي فقط أنا الآخر بل عنده قيمة أخلاقية مستقلة. وجهه نداء صامت كيطلب منا أننا نحترموه وما نعتبروش وسيلة. مارك نبوبر فرق بين جوج أنواع ديال العلاقات: أنا هو اللي فيها الغير كيتحول لوسيلة، وأنا أنت اللي فيها احترام وتبادل إنساني حقيقي. العلاقة مع الآخر خاصها تكون علاقة مسؤولة، ماشي علاقة مصلحة. شوفوا الآخر كشخص عنده أحلام، مخاوف، أوجاع،